تخيل معايا إنك تصحى الصبح وتلاقي كل حاجة حواليك هي بس في نفس الوقت في حاجة غلط. لون الحيطة اللي كان أزرق بقى أخضر، صورة عيلتك اللي على الحيطة فيها شخص سابع أنت عمرك ما شفته. إحساس غريب صح؟ كأن الواقع اللي أنت عايش فيه مش واقعك الأصلي، كأنك دخلت عالم موازي بالغلط، أو يمكن نسختك التانية هي اللي دخلت مكانك. السؤال هنا مش هل الأكوان المتعددة موجودة ولا لأ؟ السؤال الأهم، أنت متأكد إنك لسه في كونك الأصلي؟ أهلا بيكم في صندوق كوابيس، والنهاردة هنتكلم عن واحدة من أغرب وأعمق النظريات اللي حيرت العلماء، نظرية العوالم المتعددة أو المالتيفيرس. النظرية دي مش مجرد خيال علمي شفناه في الأفلام، لا دي فكرة ليها جذورها في فيزياء الكم، واللي بتوصف العالم على مستوى الجزيئات والذرات. تخيل إن كل قرار بتاخده في حياتك وكل احتمال ممكن يحصل بيخلق عالم جديد موازي. يعني لو اخترت تشرب قهوة الصبح في كون موازي تاني انت شربت فيه شاي مثلا، ولو قررت تروح الشغل من طريق معين في كون تاني انت رحته من طريق مختلف، او يمكن ما رحتش اصلا. اول عالم اتكلم عن الفكرة دي بشكل جاد وكان ليها تأثير كبير في الفيزياء الحديثة هو العالم الامريكي هيو إيفرت. سنة 1957 إيفرت في رسالة الدكتوراه بتاعته قدم تفسير جريء لميكانيكا الكم، سماه تفسير العوالم المتعددة. الفكرة ببساطة بتقول إن كل القياسات الكمية واللي بتخلي جسيم كمي ياخد حالة معينة من بين حالات كتير ممكنة مش بتخلي الحالات دي تختفي، لأ دي بتخلي الكون ينقسم لأكوان موازية، كل كون منهم بيمثل نتيجة مختلفة للقياس ده. يعني كل الاحتمالات بتحصل بس في أكوان مختلفة. نظرية العالم ده عملت ثورة وقتها ومحدش تقبلها في الأول، ولكن مع الوقت بدأت تاخد اهتمام كبير من الفيزيائيين وبقت واحدة من التفسيرات الرائدة لميكانيكا الكم. الفكرة إنها بتجاوب على سؤال محير، ليه لما بنقيس حاجة على مستوى الكمي بنلاقيها في حالة واحدة بس مع إنها المفروض تكون في حالات كتير في نفس الوقت؟ إيفرت قال إن فعلا الحالات الكتير دي كلها بتتحقق بس كل حالة في كون موازي. عارف إن الكلام يبان غريب بس دي نظرية بتحاول تشرح حالات غريبة كتير حصلت وتم توثيقها، وهقول لك دلوقتي على أكبر الأمثلة اللي معروفة عن العوالم المتعددة وإن كمان ممكن حد يتنقل ما بينهم. في قصة اتعرفت بالرجل القادم من تاورد في صيف 1954 وفي مطار طوكيو في اليابان. وصل راكب عادي جدا، لما جه دوره في الجوازات قدم جواز السفر لدولة اسمها تاورد. المشكلة إن مفيش دولة اسمها تاورد على الخريطة في العالم. الراجل ده كان بيتكلم ياباني وفرنسي وبطلاقة، كان معاه عملات أوروبية بس مختلفة، رخصة قيادة ودفتر شيكات من تاورد. ولما سألوه عن مكان بلده في الخريطة شاور على الخريطة لإمارة اسمها أندورا، وهي بالفعل دولة حبيسة ما بين فرنسا وأسبانيا، وقال إن بلده دي اسمها تاورد وموجودة بقالها آلاف السنين. المسؤولين في المطار احتاروا واحتجزوا الراجل ده في غرفة في فندق قريب تحت حراسة مشددة. الغرفة كانت في الدور ال15 لحد ما يحققوا في الموضوع، ولكن في الصبح اختفى الراجل من الفندق ومعاه كل أوراقه اللي حجزوها في غرفة التحقيق، كأنه فص ملح وداب، مفيش أي أثر ليه ولا لأي دليل على وجوده. القصة دي اتسجلت في تقرير رسمي ومحدش قدر يفسرها لحد النهاردة. هل الراجل ده كان مجرد محتال ولا كان بيعاني من هلاوس ولا فعلا كان زائر من عالم موازي دخل كنا بالغلط ورجع لكونه الأصلي بطريقة إحنا مش قادرين نفسرها؟ القصة دي ليها تفسيرين، إنها حصلت بالفعل والسلطات حاولت تطمس الواقع من جذورها لعدم خلق بلبلة وسط الناس، أو إنها خرافة تم تداولها. اللي أعرفه إن مفيش دخان من غير نار. وإنت كمان دور على الإنترنت واكتب لي في التعليقات اقتنعت بيها ولا دي كانت مجرد قصة خرافية. من الناحية العلمية في تفسيرات كتير للقصة. ممكن الراجل ده كان بيعاني من اضطراب في الذاكرة، أو كان محتال محترف، أو حتى ضحية لتجربة حكومية سرية. ولكن الغريب إن كل الوثائق اللي كانت معاه كانت مقنعة جدا، والراجل نفسه كان واثق تماما من كلامه. ومن الناحية الطبية الهلاوس هي إدراك حسي لشيء موجود في الواقع، وغالبا بتكون عرض لأمراض نفسية زي الفصام أو اضطرابات المزاج. ولكن السؤال، هل كل تجربة غريبة هي بالضرورة هلاوس؟ ولا ممكن يكون في تفسيرات تانية زي نظرية الأكوان الموازية؟ العلم الحديث بيقول إن الكون ممكن يكون أكبر وأعقد بكتير من اللي احنا بنعرفه، ويمكن في ظواهر لسه مش فاهمينها وممكن تكون مرتبطة بأبعاد تانية في الواقع. سواء كنت مؤمن بنظرية الأكوان الموازية أو شايف كل اللي احنا بنحكيه ده مجرد هلاوس أو خيال علمي، لازم نعترف إن في حاجات كتير في الكون لسه مش فاهمينها. هل الرجل من تاورد كان زائر من عالم موازي ولا كان مجرد لغز محير من ألغاز التاريخ؟ الكون أوسع بكتير من اللي احنا بنتخيله، والواقع ممكن يكون أغرب من الخيال. ويمكن في اللحظة اللي انت بتسمعني فيها نسختك التانية في كون موازي
بتعمل حاجة مختلفة. يمكن أنت اللي تكون بتتكلم دلوقتي وأنا اللي بسمعك في الحلقة مثلا، أو يمكن بتشرب شاي بدل القهوة اللي في إيدك. مش يمكن البوابة اتفتحت ليك وأنت ما تعرفش؟ أنت كمان، هل حصل معاك موقف غريب حسيت فيه إنك مش في مكانك، أو شفت حد شبهك بالظبط، أو لقيت نفسك في مكان مش فاكر أنت إزاي وصلت له؟ سيب لي قصتك في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل كوابيسنا الجديدة أول بأول. ودلوقتي أقدر أقولك تصبح على خير، أو يمكن على كوابيس سعيدة، وسلام.